حتى بص الحركة دي بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي. الكولر اللي معانا موديل LB360 ARGB من شركة ديب كول من نوع البريفيلد AIO، يعني جاهز على التشغيل مباشرة بالليكويد بتاعه. الكرتونة بتيجي باللون البني والسيم المميز لديب كول، عليها ستيكر صورة ملونة للمنتج وبعض المعلومات. داخليا الكولر متأمن كويس، والبراكتس والمسامير والوصلات كل ده بنلاقيه في أكياس منفصلة. معانا دعم كامل لكل السوكتس الموجودة على الشاشة في انتل من أول الجيل الثامن لغاية ال14، شغال معاك زي الفل. ومع AMD هيدعم سوكت رايزن AM4 و AM5 الجديد، فتقريبا مفيش حاجة الكولر ده مش هيشغلها معاك في أغلب الأجيال الموجودة. احلى حاجه كمان ان الكولر بيجي بالمراوح راكبه جاهزه عليه، وده احسن اكيد لانه بيوفر وقت ومجهود. وعايز اقولك ديب كول بقت تعمل كده في كل الاصدارات الجديده تقريبا، فدي حركه كويسه. الكولر بيجي بثلاث مراوح موديل FD12 مقاسها 120 مللي، عليها انتي فايبريت بادز بالتصميم المعتاد لديب كول بحيث يمنع اي اهتزاز او نويز. سرعه الدوران بتوصل 2400 لفه في الدقيقه، ومعدل الضوضاء 38.71 dB، ودي مش صامته تماما لكنها برضه مش مزعجه، يعني مقبوله. موتور المروحة هيدرو بيرنج، وكابل التوصيل 4 بن شغال بنظام الBWM. المروحة بتنور ادريسابل RGB، وهي مدعومة على جميع برامج التحكم للمذر بورد المختلفة. اضاءتها قوية وشكلها حلو جدا. البامب من الجيل الخامس تطوير ديب كول، ودي من احدث وافضل موديلات الشركه الموجوده حاليا. ادائها محترم قوي، بس يعني صوتها احيانا بيكون واضح شويتين، بتسمع تكتك على خفيف كده كانها عقارب ساعه او زنة هارد ميكانيكال، يعني حاجه نفس الدماغ دي. احيانا بتفضل بسيطه زي الطبيعي، صوت عادي خالص، واحيانا بتبقى مش موجوده اصلا ومفيش صوت، بس احيانا بتعلى جدا. فياريت الشركه تاخد بالها من الملحوظه دي، ونتمنى نشوف تصليح وسرعه تطوير قريب. سرعة دوران المضخة اللي معانا بتوصل 3400 لفة في الدقيقة، وده رقم كبير جدا. المضخة بتيجي بإضاءة RGB داخلية، بتحسها بلوري كده من ورا فريم اسود فامي، وفيها شاشة في الوش بحجم المضخة كله تقريبا. تقدر تتحكم فيها من خلال السوفت وير ديب كول كرييتيف كنترول سنتر، بتقدر تعرض عليها الحرارة والاستهلاك على طريقة الدوتس او النقط زي ما انتوا شايفين كده، اسمها ماتريكس ديسبلاي. ممكن كمان ترسم شكل معين وتخليه يتعرض. الإضاءة مش قوية اوفر بس لذيذة، يعني ليها الدماغ بتاعتها، هتعجب الناس اللي مش بتحب الدوشة او الإضاءة المبهرجة والRGB الجامد. اغلب الكولارات الجديدة من ديب كول بتشتغل بنفس المضخة اللي هي الجين 5 اللي قلناها. هم بيغيروا تقريبا الشكل الخارجي واحيانا المراوح وبس على كده، وبما ان كله بينزل بنفس السعر تقريبا فدي حاجة كويسة، يعني هتناسب كل الأذواق. البلوك عبارة عن قطعة سميكة من النحاس، الحجم بتاعها مناسب ومغطية أغلب المعالجات مرتاح حتى الكبيرة. تصميمها صلب بحيث يديك أفضل تعامل مع الحرارة العالية. الكولر بيجي عليه ثيرمال بيست جاهز على طريقة المراوح الستوك، كان كويس جدا وعملنا بيه الاختبارات. في جنب الرادياتير ده بنشوف الجزء المقفول انتي ليك تكنولوجي الخاصة بديب كول، بحيث يمنع أي تسريب أو مشاكل من الليكويد. الخرطوم طوله 41 سنتي، مرن وفي نفس الوقت متين، يعني مش هيعكسك في التوصيل خالص، وفيه قفازات عشان الكيبل مانجمنت. الرام كليرنس موجودة لو عملت الخرطوم من تحت اللي هو العدلة الأصلية بتاعته، أما لو عملته من الجنب يعني بيبقى جاي على القد بالظبط مع الرامة، لكن في رام كليرنس برضه ومش هيضايقك. الرادياتير من الألمونيوم عالي الجودة، بيجي باللون الأسود بالكامل، أبعاده 402 في 120 في 27 مللي، هيركب على الكيسات المدعومة عادي جدا، مفيهوش أي أجزاء زيادة. سعر الكولر $180، يعني ما يعادل 5600 جنيه مصري تقريبا، ومتوقع تغير في الأسعار حسب ظروف العملة في كل بلد. جهاز التجربة بالمواصفات الظاهرة على الشاشة، والتجربة كانت في حرارة الغرفة العادية. زي ما انتوا عارفين معالجات الجيل ال13 وال14 فيها بعض مشاكل الحرارة، فأي اختبار هنعمله عليها هتقيس أقل 5 درجات متوسط. جربنا مع ال 250 واط وده الأساسي للمعالج بتاعنا، و5 جيجا هرتز تردد، كذلك جربنا مع 250 واط بس مع 4 جيجا هرتز بس. عملنا اختبارات ضغط وانكودنج على برامج تيست مختلفة، وكمان شغلنا مجموعة من الألعاب بحيث التجربة تكون كاملة. من النقط المميزة في الكولر ده هي جزئية التركيب، يعني بيركب بسهولة والوصلات بتاعته بسيطة جدا، مش هتحتاج حتى تبص في الكتالوج. أداء الكولر بصراحة عظيم، احنا وصلنا ل 4.5 جيجا هرتز باستهلاك 250 واط.
واعلى حرارة كانت 85، ده في عز الحر ومع معالج بيسخن وكيسة مقفولة، ففي الظروف الطبيعية ممكن نوصل لحد 80 او اقل كمان. ديب كول ال بي 360 في فئة ال 250 واط وتردد 4 او 4.5 جيجا هرتز ماكس، فهو هيسد قوي معاك حتى مع المعالجات المبالغ في حرارتها. لو بتفكر في كولر احترافي لجهازك الهاي اند ومش عايز تدفع كتير خالص، وحط تحت دي كذا خط: القيمة مقابل السعر يا صديقي. ومع ذلك عايز تاخد اداء قوي وشكل جمالي مميز، يبقى ديب كول ال بي 360 لازم يكون في قائمة اختياراتك. ترشيح شهابي اكيد.